هذا طالب أعضاء النقابة الوطنية أمس في بيانهم الصادر في ختام أشغال الجلسة العامة الاستثنائية بسوسة بتوسيع قائمة الإقالات في صفوف القيادات الأمنية الموالية والمعينة على خلفية سياسية. كما دعوا في ذات البيان إلى تمكين جميع أفراد المؤسستين الأمنية والسجنية من أسلحتهم الفردية لحماية أنفسهم وعائلتهم، مجددين التعبير عن مساندتهم المطلقة للشعب التونسي في جميع مطالبه الشرعية وتحركاته السلمية وعزمهم على حمايته من مخاطر الإرهاب. جددت نقابة الأمن الداخلي بالأمس وضمن بيان أصدرته إثر اجتماع مطول تمسكها بإقالة القيادات الأمنية المعينة على أساس الولاءات الحزبية ضمن مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، كما دعت إلى بعث خلية أزمة لمكافحة الإرهاب. ومطالبه باقاله المديرين العامين المتحسبين، المدير العام الوطني امن الحرس الوطني بالذات على راس القائمه هذه، متمسكين بالقرارات هذه نتاعنا. عندنا مهله زاد منحينا في ظرف 48 ساعه. كذلك انا كونا باش نكونوا لجنه خاصه لمكافحه الارهاب باش تتكون من السجون والاسلاح، من الحمايه المدنيه، حرس وطني، شرطه، من قوات الامن الداخلي، القضاة، الجيش الوطني والديوانه التونسيه. واحنا بالنسبه لنا كرجالات الامن وكنقابيين متطوعين انه باش نكونوا على ذمه اللجنه هذه. كما دعت النقابه الى تنظيم جنازه رمزيه لشهداء الوطن يوم الاثنين المقبل امام مقر وزاره الداخليه، علاوه عن تنظيم مسيرة سلمية في نفس اليوم تضامنا مع المؤسسة الأمنية. جنازة وطنية ستنظم في شارع الحبيب بورقيبة أمام مقر ضريح الشهداء. بالتاريخ هو توا حاليا باش يتحدد، معناها لحظات ونعطيكم التاريخ، ومن بعده باش تكون ثم مسيرة سلمية تشارك فيها كافة مكونات المجتمع المدني تضامنا مع المؤسسة الأمنية وكذلك مع أرواح الشهداء. كما طالبت النقابة بتمكين الأمنيين من أسلحتهم الفردية وتوفير الحماية للقضاة وعائلتهم، خاصة منهم المباشرين لقضايا الإرهاب. وعبر النقابيون الأمنيون عن مساندتهم التامة لمطالب الشعب التونسي ولتحركاته السلمية.